كل سنة وانتم طيبين. لو أول مرة بتشوفوني أنا نسمة عباس. عملنا مع بعض البيدي فور وبسكويت الزبدة وبسكويت النشادر الاقتصادي، والنهاردة إن شاء الله هنعمل كحك العيد الدايب بزيادة وبطريقة سهلة وناجحة من أول مرة. مش هتاخد معاكي أكتر من ساعة. شايفين لونه وجماله؟ بس يا ريت تشتركي في القناة ولايك وشير للوصفة عشان الفيديو يترفع وناس كتير تستفيد. بصوا لونه دايب كان وبطعم وريحة زمان. أنا معايا ربع كوباية من المية الدافية وعليها معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر. هقلب ده كله مع بعض واسيبه على جنب لحد ما الخميرة بتاعتي تتفاعل. هتلاقيها عملت رغوة كده زي وش القهوة. بس هحطها على جنب. هجيب بقى نص كيلو من الدقيق. دي مقدار نص كيلو من الدقيق، تقدري تضاعفي المقادير، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من ريحة الكحك. تمام. هنقلب ده كله مع بعض. ولسه في تركة بقى بتدي لون حلو قوي وطعم جميل للكحك. انا هركن بقى ده كله على جنب وهجيب السمنه بتاعتي. انا معايا حوالي 300 جرام من السمنه. 300 جرام يعني ربع كيلو، معلقتين كبار. تمام. هقدح منهم 3 4 معالق كده عشان استفيد بريحه السمنه. لما بتتقدح بتبقى طعمها حلو وريحتها حلو. وفي نفس الوقت الباقي هوريكم انا هعمل فيهم ايه بعد كده. هدي تحميصه كويسه لمعلقتين من السمسم وهنزل بيهم على طول على الدقيق عشان تعمل الفوران بتاعها. تمام. الحله بنفس سخونيتها هنزل بيها على بقيه السمنه وادوبها كده. فانا خليتها دافيه بس. تمام. هنزل بيهم بقى على الخليط. وطبعا افضل سمنه للكحك السمنه البلدي. مفيش تقدري تحطي سمنه روابي او اي حاجه وتحطي معاها ريحه السمنه البلدي. وهبتدي بس ده كله مع بعضه واقلبهم كويس. خدي بالك برضو هي سخنه، فبمعلقه كده ابتدي اقلبيهم. وانا هنا بقى هضيف معلقتين من اللبن البودر. هو انا المفروض كنت ضفتهم من البدايه بس انا كنت ناسياهم فحطيتهم دلوقتي، فمش مشكله. تقدري تضيفيهم من الاول مع المقادير الجافه. معلقتين من اللبن البودر بجد دول بيدوا طعم ولون حلو قوي للكحك. هبتدي اعمل بقى اهم خطوه عندي دلوقتي اللي هو بس الكحك. اهم خطوه ابسه لمده 10 دقائق ل 15 دقيقه، وبعدين هتضيف عليه الميه بخميره وهبتدي الم الكحك. مش هعجن، هلم لحد ما الميه تختفي. وهجرب معايا اشوفه هي بيشقق في ايدي ولا لا. هوريكم ازاي. انا هاخد كوره كده وهدوس عليها بصباعي واشوفها هتشقق معايا. شققت. في الحاله دي بقى هعمل ايه؟ هزود هنا 3 4 معالق من السمنه وهلمهم مع بعض. مش هعجن برضو. تمام. وهجرب تاني اشوفها هتشقق في ايدي ولا لا. خدت كوره اهو وهدوس عليها بصباعي. بصوا ما شققتش، ناعمه وجميله كده. هتضمني ان الكحك بتاعك هيطلع ناعم ودايب. لكن لو طلعت بتشق هيطلع معاكي ناشف. نبتدي بقى نشكل الكحك بتاعنا. بصوا انا بعمل الشكل ده جميل قوي. وعلى فكرة انا في فيديو تاني الكحك العيد كنت عاملاه على البارد. كنت عاملة فيه اشكال تانية كمان احلى بكتير. لو تحبوا ترجعوا له هسيبه لكم في صندوق الوصف. وفايدة النقش ده ايه؟ عشان كمان السكر لما نرشه عليه يفضل ثابت عليه وما يقعش منه. وكمان الشكل الجميل بتاع زمان عشان نفتكر بيه الناس الجميلة. بصوا الشكل ده برضو كأنه 7 يعني. وهعمل ايه؟ داير حوالين الكحكاية كلها. واهم حاجة المنقاش بتاعك يبقى كويس، يعني السموم بتاعته تبقى متساوية. هعمل بقى شكل ورق الشجر. هاخد قطعة عجينة واعملها على شكل بيضاوي وبعد كده احاول اعملها على شكل ورقة شجرة وابتدي اعمل الخطوط اللي على ورقة الشجر. الشكل ده جميل برضو قوي. وتقدري تميزي كل نوع لو هتحشيها بشكل معين عشان تعرفي النوع ده محشي ايه. يا ترى هو عجوة، محشي ملبن. ونقدر نستخدم الطباعة دي او الطباعة الاشهر وتعملي الكحك كله. مش هياخد 10 دقايق في ايدك.
والاطفال طبعا تسيبيهم يلعبوا ويفرحوا بقى. هنبتدي بقى اما اخلص الصينيه بتاعتي دي ادخلها على التلاجة على طول اسقعها. ليه بقى؟ عشان احافظ على النقشه بتاعتنا، عشان لما يجي يخش الفرن يحافظ على النقشه بتاعته. هبتدي بقى من اول ما ابتديت اعمل الكحك، هسخن الفرن على درجه حراره 180 وهدخل فيه الكحك. بس خدوا بالكم عشان هو مش بياخد تسويه، يعني ما بياخدش وقت كتير فما يتلسعش منك. بصوا هو لونه ازاي، والنقشه بتاعته متحافظ عليها من تحت ذهبي والنقشه تمام. بصوا هو دايب ازاي، وهوريهولكم كمان تاني يوم قد ايه دايب. كحكه كده حلوه وجميله. بصوا وصفه سهله وبسيطه، تقدري بقى تخزنيه في علبه وترشي عليه السكر في اول يوم ان شاء الله. هنحطه في علبه محكمه الغلق، وما بين كل طبقه والتانيه كيس عشان نحافظ على شكله، عشان هو ناعم قوي. وان شاء الله كده ترشوا عليه بقى السكر في اول يوم العيد. وكل سنه وانتم طيبين.